بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أولا أنا بدوري أرحب بهذه الوجوه النيرة التي أحسبها مرة خيرة. ويعني أولا قبل أن ألقي هذه القطعة القصيرة أود أن أحيي أستاذ سعيد كويس. ويعني هي قطعة تتحدث عن الغربة. تقول: من وحشة الأهل والخلان والوطن تعرض الخوف والأوجاع في وطني، وجاب مني ما قد كان مختفيا، فما اغترابي حتى اليوم أنصفني. تنازع الخوف والأوجاع والأحزان عاطفتي، وأبطرت مقلتي وبلا من المحن. فلا الطبيب طبيب في معالجتي، ولا الدواء بأصفاه يعالجني، ولا البحار إذا جاشت غواربها وحن بلسمها المصطاب يبرئني. ولا البحار إذا جاشت غواربها وحن بلسمها المصطاب يبرئني. إني مريض غريب النفس أحسبني متصف بالبعد عن وطني. أنا السقيم وصم المرء غربته، أنا البعيد عن الأحباب والوطن. تلك الديار العمي طاب مسكنها، لقد اشتقتها في سالف الزمن. لحبها بنقي الشوق أكتبه، وبالنضال وفي صحوي وفي وسني، فأنت الحب مني إليها وابله سكن. تلك الديار مرام الأمن في السكن، فحي قلبي منها كل آونة، والنفس تعرفه في السر والعلن.